رمز من رموزها، أستاذة فاضلة أكيد اتخرج من تحت إيديها أجيال وأجيال وأجيال. معانا النهاردة الأستاذة الجميلة المحبوبة صاحبة القلب الأبيض وصاحبة الضحكة الجميلة، الأستاذة جواهر أحمد بحيري. الأستاذة جواهر أحمد بحيري موجه عام للتربية والتعليم سابقا، وأول شخصية نسائية في الاتحاد الاشتراكي في المحمودية، وأول مسؤولة فتيات عن مركز المحمودية، وكانت أول أمينة امرأة بالمحمودية، وكانت من أوائل العناصر النسائية في مجلس محلي مدينة المحمودية، وكمان أول ضيفة تجيب لنا طبق شوكولاتة زي ده. بصراحة الطبق الشوكولاتة ده ما تعرفوش عمل معانا ايه انا وانور. الاول كنا نتعارك عليه، بس انا قلت لا، قبل ما نتعارك عليه وانا عارف انور ممكن عشان بس اخف مني ممكن يخطف شوكولاتتين ويجري ولا حاجه، فقلت لا، احنا الاول نوثقه ونسجله، وبعد التسجيل ونعده كمان، يعني لو عايزين تعدوه معانا نعدوه، وبعد كده نقسموه انا وانور يعني. فبصراحه اول ضيفه قدمت لنا حاجه جميله زي ديت، لان انا اعرف الاستاذه جواهر كويس قوي وانا صغير، وبعتبر انا من اولادها او من اخواتها الصغيرين اللي عشرت قلبها الابيض وعشرت طريقتها. معانا الاستاذه الجميله جواهر. الله يكرمك. اهلا وسهلا. انا سعيده بيكم، وبعدين الفكره اللي انتوا فكرتوا فيها، انتوا رفعتوا من روحنا المعنويه وخلتونا نحس ان احنا عايشين، احنا مش طلعنا معاش وقاعدين، لا، لقينا اولادنا بيدوروا علينا وعايزين يعرفوا احنا. ده اقل تكريم والله. الله يخليك، الله يكرمك. وبعدين انا ببقى مبسوطه من ولادي، وحضرتك قلت اجيال، فعلا اجيال، المهندس والضابط اكيد طبعا اكيد طبعا تخرج من تحت ايدك كل الفئات اللي موجوده في المحموديه، وحافظه اساميهم كمان. طيب نبتدي بقى حوارنا طالما كده هندخل بقى في الجد. اول حاجه عاوز اعرف الناس بشهاده ميلاد الأستاذة جواهر، لو هي ورقة معاكي تقريها تقولي ايه؟ إن شاء الله. أنا كنت طفلة طبعا زي الأطفال كلها. الاسم بقى؟ اسمي جواهر أحمد بحيري. السن؟ السن 72 يعني سنة. لا تاريخ الميلاد. لا ما الميلاد ما بيهمنيش حاجة. لا، ما احنا عاوزين نعرف عشان نحتفل برضه بيكي برضه بحياتك. تاريخ الميلاد 23/9/47. تمام. ايوه. محل الميلاد؟ محل الميلاد المحمودية. والإقامة في المحمودية. طب حضرتك فاكرة المكان اللي انت اتولدت فيه؟ بالظبط. أنا المكان اللي أنا اتولدت فيه عرشودية، في صف بيت ابويا وبيتنا وكلنا. في شارع اللي هو دار صالح. جيراني كانوا مين؟ جماعة صالح. اما كان الحاج عطية صالح الله يرحمه. وكان عطية اخويا برضو، كنا بنرضعه تقريبا سوا. والاستاذ مصطفى صالح وغالب الله يرحمه. واخوات حضرتك بقى لو تفتكري، لو طبعا فاكراهم، اقصد لو يعني تقوليهم يعني. اخواتي الله يرحمه جاب الله ومحمود وعلي وامين، احنا 3 صبيان.